انت تعرف ان جسمك بيبدأ ينظف نفسه أول ما تبطل أكل؟ ده مش دايت على فكرة، دي عملية ذكية الجسم بيعملها لوحده أول ما توقف الأكل. مع بداية الصيام وبعد ما يعدي كام ساعة من الصيام، الجسم بيتأكد إنك توقفت عن الأكل، فيبتدي يتوقف عن الهضم شوية ويحول كل تركيزه لحاجات أهم. أول حاجة الجسم بيعملها إنه بيتابع استهلاك السكر، فيبتدي يستهلك من مخزون السكر اللي موجود في الجسم، ودي عملية طبيعية جداً. وبعد ما ينتهي من مخزون السكر، يبدأ الجسم التحول لمخزون الدهون، فيبدأ يستهلك من مخزون الدهون ويعتمد عليها كمصدر طاقة. وهنا تبدأ عملية اسمها الأوتوفاجي، وهي عملية تنظيف داخلي للخلايا التالفة بالجسم. في الأثناء دي بيكون الجهاز الهضمي واخد استراحة حقيقية، وده بيدي راحة كبيرة للمعدة والأمعاء. الصيام بيساعد في تقليل الالتهابات، وكمان بيقوم بتحسين صحة الخلايا بوجه عام. علشان كده ناس كتير بتحس بنشاط وخفة في الحركة بعد أيام من الصيام، وده بيكون نتيجة طبيعية بتحصل للجسم بعد الصيام. بس خلي بالك، الصيام لوحده مش كفاية، لازم يكون أكلك مظبوط، وكمان شرب المية يكون كفاية. معلومة بسيطة بس فايدتها كبيرة، فايدة بسيطة بس تأثيرها كبير.